عليكم. النهارده هنقدم لكم احلى دجاج مشوي في الفرن باسهل طريقه وما بتاخدش غير دقايق معدوده، واحلى نتيجه واحلى دجاج مشوي في الفرن. معانا 8 وراك فراخ متقطعه ونعمل فيها تشريح بالسكينه علشان التتبيله تتشرب داخل الوراك. هنحط في الخلاط طماطميتين كبار، بصلايه حامضه كبيره، فلفل رومي و4 فصوص توم كبار، معلقه كبيره ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه كزبره، معلقه كمون، ولو بتحبوا الطعم الحلو معلقه صغيره قرفه. بعد كده معلقتين كبار صلصه طماطم، تلت كوبايه دبس رمان، ونص كوبايه زيت زيتون او عادي. نضرب كل المكونات في الخلاط ونتبل بيها الفراخ كويس جدا وندعكها كده علشان التتبيله تدخل في كل حته. نرص الفراخ في صينيه ونحط الخضار اللي نحبه: طماطم، بصل، فلفل، بطاطس. نوزع باقي التتبيله فوقهم ونغطي بورقه زبده وبعدين ورقه فويل، وندخل الطاجن الفرن لمده 45 دقيقه، وبعد ما تستوى ندهنها بدبس الرمان ونولع عليها الشوايه لمده 5 دقايق ونقدمها بالهنا والعافيه.